السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حبايب قلبي وحشتوني جدا. ان شاء الله هنقضي يوم مع بعض، روتين سهل وسريع كده ان شاء الله تستفادوا منه. ومن خلال الفيديو ده عايزة اقول كلمتين للناس الظريفة اللطيفة اللي بتتدخل في اللي ملهاش فيه وبتسأل اسئلة هي ملهاش فيها وشاغلة بالها بغيرها من الاخر. الناس اللي دايما حشرة نفسها: انت قبضتي ولا لسه؟ هو انت عاملة قناة ليه؟ هو انت عاملة صفحة على الفيسبوك ليه؟ يعني انتوا يشغلكم ايه في الموضوع ده؟ انا مش فاهمة بصراحة، بس انا هريحكم جدا واقول لكم على كل اللي انتوا عايزين تعرفوه. انا مش مضطرة ان انا ابرر، لا انا مش ببرر. انا الحمد لله ما عنديش حتة التبرير دي ابدا. انا اللي بيزعل مني او بيبعد او بيسأل في حاجة مش بتاعته انا بسيبه يخبط دماغه في الحيط وما بشغلش دماغي باي حاجة ولا بأي حد. تمام. نشوف الكيكة الحلوة دي علشان ما نتوهش من بعض وبعدين نكمل الحوار اللطيف ده. جبت هنا الخلاط وحطيت فيه كوباية وربع من السكر، وحطيت فيه كوباية كاملة من اللبن اللي هو الرايب على برتقان. يعني جبت برتقانة كده وضربتها في الخلاط وحطيت عليها شوية من الرايب، يا دوبك مشوا الخلاط كده. ادتني الشكل ده. عليهم بيضتين، عليهم ظرفين من الفانيليا، عليهم معلقة كبيرة من الخل، عندي كوباية الا ربع من السمن على الزيت، وعندي كمان كوبايتين من الدقيق. سهل الكلام، سهل وحلو قوي. الكيكاية سهلة وبسيطة للفطار أو العشاء. بصراحة بحتار جدا في الموضوع فطار وعشاء. بصراحة الموضوع ده بيحيرني. أنا عندي الوجبة الأساسية اللي بياكلوا فيها كويس هي وجبة الغداء، لكن الفطار والعشاء لا بيفطروا ولا بيتعشوا كويس. يعني بمعنى إيه؟ عايزين حاجات خفيفة، يعني معجنات، اللي هي المخبوزات، كيكات، حاجات زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. خلاص. خدت معايا بالظبط نص ساعة زي ما انتم شايفين. طبعا كلنا عارفين الكيكة اليومية بتتعمل ازاي، ودي اسهل وابسط طريقة ممكن تعملي بيها كيكة. مش محتاجة جنبها كده غير كوباية شاي او كوباية شاي بلبن وتفطري وتتعشي وعيشي حياتك. سبتها لما بردت خالص. عايزة بس اوريلكم دلوقتي شكلها من جوه. بصوا الجمال والحلاوة، مفيش فيها اي فراغات ابدا ابدا ابدا. دي عشان الخطوة اللي احنا عملناها في الاخر بعد ما ضفنا الخليط في الصينية، جبنا كده شوكة وطلعنا منها اي فراغات. طلعت معايا بالجمال ده، مفيش فيها اي فراغات كبيرة. هنسيبها تبرد كده وتهدى وبعدين نرجع بقى نفطر ونشوف هنعمل ايه. سريعا كده برضو جبت هنا عندي هنا حوالي نص كيلو من الفلفل. انا ما بجيبش فلفل او بجيب اي نوع مخللات كتير، لما بيخلص بعمل غيره عشان لما بيغيب بيطرى كده وما بيبقاش الشكل حلو. هقول لكم ازاي ما يطراش منكم بحاجة بسيطة جدا. الاغلبية مننا يعرفها طبعا، كلنا شطار وبنتعلم ونستفاد من بعض. جبت هنا الفلفل ده حوالي من نص تقريبا كيلو الا ربع، يا نص كيلو يا كيلو الا ربع، مش فاكرة الصراحة، بس هو تحديدا كده. المهم الكمية اللي تناسبك بقى اعمليها. جبته، وطبعا القرن اللي بيكون طويل او كبير بقصه نصين، والقرن الصغير بديله شقة كده من الجنب وخلص. غسلته طبعا كويس جدا جدا وحطيته في البرطمان زي ما انتم شايفين بالشكل ده. جبت هنا بقى المحلول بتاعي. طبعا دي المية دي انا كنت غلياها وسبتها لما بردت. نزلت عليها بربع كوباية كده من الخل. وهنا الملح عشان يطلع المحلول مظبوط معاكي كويس جدا ممكن تعمليه بالبيضة، تختبريه بالبيضة. ممكن تعملي الكل مع كوباية من المية معلقة كبيرة من الملح. خلاص. نعصر بقى عصرة ليمونة شوية كده، حوالي 3 4 فصوص من الثوم تدقيهم تقطعيهم، عصرة ليمونة، ورق لوري، ونقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعض. ودي بقى الإضافة اللي بتخلي أي مخلل معاكي يفضل يقرقش ويقرش لحد آخر حباية، هي معلقة السكر. السكر بيحافظ جدا ان المخلل بتاعك يفضل مقرمش لاخر واحد. واحنا هنا مش مكترين الكمية، يعني مش هيغيب معانا ولا هيبوظ ولا اي حاجه. ضفت هنا المحلول بتاعي وكنت خلصت. رجعت زودت كمان كوبايتين من الميه وضفناهم كده على المحلول بتاعنا. طبعا تكملي البرطمان ده كمان ياخد من نص كيلو خيار لنص كيلو فلفل كمان. يعني هو طبعا لسه اول بيعدي عليه ليه كده بتلاقيه بيكمخ كده مكانه وبينزل لتحت. تقدري تزودي عليه بقى ممكن شويه خيار، تزودي شويه مخلل اللي هو الفلفل، وهكذا. كانت هنا الكيكه بردت. شلتها كده من على الصينية كده وحطيتها في حافظة بغطا عشان تفضل معايا طرية، وخدت كده طبق. طبعا ابني هيجي دلوقتي هيفطر منها، وانا خدت كده قطعتين مع كوباية شاي بلبن كده، وايه حبيتين 3 كده من التمر. والحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. حاجة خفيفة كده للفطار. طبعا هنعمل غدا ولسه قدامي بدري على ما اعمل الغدا، فطبعا لازم افطر كويس علشان دي اهم وجبة في الموضوع يعني. وبالنسبة لي انا باخد علاج لازم افطر كويس قبل ودي بالنسبة لي الكيكة فيها كل فيها البيض وفيها اللبن، يعني كويسة جدا وحاجة خفيفة كده ومش تقيلة يعني. شايفين الكيكة؟ بصوا الكيكة مش متحملة ان انا احط ايدي عليها بجد.
ما شاء الله جربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عايزينها بشكل مفصل هنزلها لكم على قناة الفيسبوك ان شاء الله. خلاص كده خلصنا الفطار. بعد كده طلعت كده على اوضه ابني، نظفتها كويس جدا جدا جدا، يعني بصوا كانت محتاجه تنظيفه حلو. فتحت الشبابيك، الشمس زي ما انتم شايفين ضاربه في المكان كله بالشكل ده. جبت الزعافه، زعفت السقف وزعفت الستاير. طبعا انا بجيب لكم لقطات بسيطه كده، لكن انا بعملها بشكل افضل من كده بكتير، بس انا مش عايزه المقطع يكون طويل خلاص، لان الحاجه لما بتكون طويله بتبقى ممله. بعد كده بعد ما زعفتها كويس جدا، نفضت الستاير، فتحت الشبابيك، البلكونه، والدنيا تمام. جبت هنا بقى غير بقى المفارش بتاعتها، المفرش اللي هو القطيفه ده، وهشيل كمان الملايه ونفضها كويس جدا، واشد السرير كده واخد من حواليه كده كنسه كويس، يعني تنظيفه حلوه يعني. واغير الملايه واجيب ملايه نظيفه، وهكذا بقى بخلص الاوضه بالشكل ده. بالنسبة بقى للناس اللطيفة اللي اتكلمنا عنها من شوية، يعني انتوا شأنكم ايه اعمل صفحة على الفيسبوك او اعمل قناة على اليوتيوب؟ هو انا باجي اخد من جيب حد؟ يعني لما باجي اعمل وصفة او اعمل حاجة بعملها من جيب حد، واللي تقولك ده هو جوزها ما يعرفش. ما يعرفش ازاي حضرتك؟ يعني ما انا بصور فين؟ طيب بصور عند الجيران؟ جوزي ما بيدخلش عليا مرة وانا بصور، ساعات بصور بالليل وساعات بصور الصبح وهو موجود، يعني ايه المشكلة؟ يعني انا مش فاهمة. انتوا مرضى نفسيين اقسم بالله وعايزين تتعالجوا. يعني زي طب الاكل اللي انا بعمله ده بياكلش منه مثلا؟ لا الحمد لله. الحمد لله هو اللي بيصرف وهو اللي بيكلف وكله من خيره، وكلنا كده عايشين في خيره. يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا مرضى نفسيين، وهقولها المره الالف. شغالين دماغكم بيا ولا بغيري ليه؟ انتوا مالكم؟ افتح قناه ابط ما ابطش يشغلكوا ايه يعني؟ انا باجي اخد منكم مثلا واكلف على وصفتي، ولا باجي اخد من حد؟ انتوا لو تعرفوا كميه التعب والارهاق اللي انا بشوف، انتوا مش هتتكلموا الكلام ده. يعني حبوا الخير لغيركم يا جماعه عشان ربنا يكرمكم بجد. الكلمة الطيبة صدقة، بدل ما تدخلي تقولي لي تعليق زي الزفت وتزعليني، مع ان انا بزعلش يعني على فكرة، عادي خالص. قولي ربنا يكرمك، قولي ربنا يوفقك، كلمة حلوة هقولك ولكن المثل. مش معقول انت هتدخلي تقولي ربنا يكرمك وهشتمك، يعني هقولك ولكن المثل. ربنا يجازيكي خير، ده اللي بيتقال يعني. يعني انتوا شاغلين دماغهم، مش بس واحدة، هم كتير جدا واقرب الاقربون والله العظيم. شاغلين دماغكم ليه اصلا؟ ما تسيبوني في حالي وتسيبوا وخليكم في حالكم، وكل واحد كده يشوف مصالحه بعيد عن التاني يعني. والله العظيم هتبقى زي الفل. لو كل واحد حشر نفسه في حياته وفي بيته وفي ولاده، كلنا هنبقى احسن يعني. الحمد لله انا واثقه من نفسي جدا، وعارفه ان ربنا لو رايد لي خير في الموضوع ده، المشروع عموما انا بسميه مشروع، ربنا هيكرمني فيه وهيوفقني فيه. مش شايف ليا خير فيه هيبعدني عنه، زي ما تكون انت مصاحبه حد وفجأة بعدتوا عن بعض. اكيد ربنا شايف حاجة كويسة انك تبعدي عن الشخص ده. اكيد ربنا شايف لك خير انك تبعدوا عنه او انه يبعدوا عنك، او شايف هو له خير ان انت تبعدي عنه. مش بس انت، ممكن هو ربنا شايف له هو الخير فبعدك انت عنه، والعكس صحيح. فربنا ما بيجيبش حاجة وحشة لحد خالص. كل اللي بيعمل مشروع بيعمل اعلانات ممولة وبيعمل دعاية وبيعمل حاجات كتيرة جدا عشان محتواه او مشروعه يكبر. انا ما بعملش اي حاجة غير ان انا بنزل الفيديو بتاعي وبقول يا رب. وبعدين انا قناتي صغيرة، قناتي مش كبيرة. للتركيز اللي انتم مركزينه معايا قوي، انتوا بتقفلوني اصلا. انا ممكن اقعد بالاسبوع او بالعشر ايام ما انزلش حاجة للي بيحصل ده، والله العظيم من غير سبب كده. من غير سبب بلاقي نفسي قافله حتى ان انا اشغل الكاميرا وان انا اصور. بعمل الحمد لله يوميا وبعمل كل حاجه، بس من كتر اللي انا بسمعه نفسي قافله من كل حاجه. طب انتوا ليه يعني؟ هتستفادوا ايه لما تزعلوني؟ او هتستفادوا ايه لما يعني لما تتعبوا حد بكلامكم بتطقصوا كل كلمه وحشه بتوصلني. كل كلمة وحشة بتوصل للأسف، ما بيجيليش حتى لو انت قلتي كلمة حلوة. للأسف الكلمة الحلوة ما بتوصلش، الوحش دايما هو اللي بيوصل. كل واحد يخليه في حاله، وكل واحدة تشغل نفسها بنفسها، هنبقى أحسن. والله العظيم أنا ما بشغلش نفسي بمخلوق، ولا بسعى مجرد السعي ان انا اعرف حاجة عن حد. انا شغلة نفسي بنفسي واللي انا بعمله وبس. لو شغلت نفسك بنفسك وبحياتك هترتاحي. لو بطلت تدوري ورا اللي حواليك وتعرفي عنهم كل حاجة هترتاحي. انت مالك ومالهم ومال حياتهم؟ اشغلي نفسك بنفسك. احترمي هتحترمي، يعني تحترمي اللي قدامك هيحترمك، هتقل منه هيقل منك. عمر الاحترام مكان ضعف. عمرنا ما كنا كده محترمين او ما بنردش ان احنا ضعف. لا الحمد لله احنا مش ضعف. ده انا لساني فرقله كده. بس انا بحترم جدا اللي بيحترمني بشيله على راسي، واللي بيقل مني بحطه تحت جزمتي.
للاسف ياما عملنا معروف كتير جدا وعملنا خير كتير جدا وخدنا على دماغنا واتقلب علينا بشر، واتقال فينا ما ليس فينا يعني زي ما بيقولوا. فانتوا انضفوا كده شويه من جواكم، نضفوا قلوبكم شويه وتمنوا الخير لغيركم عشان ربنا يكرمكم. مش هقول اكتر من كده، لان بجد الوضع بقى صعب والناس بقت وحشه. ربنا يكفينا ويكفيكم شر القلوب الوحشه الخبيثه، الناس اللي جواها حقد وغل دي. احنا وانتم وجميع المسلمين يا رب. فبلاش كده يا جماعة، فبلاش. انا لو كنت عاملة قناة وبنزل فيها فده شغل وبتعب عليه وبتعب جدا كمان، وخاصة الروتينات اللي انتوا بتحبوها دي. وربنا يخلي في حياتي الناس الجميلة انا في ناس في حياتي حرفيا يعني واصلة الثقة والحب بيني وبينهم لدرجة انا لما بعمل فيديو بدخل اقول لها او كده، اقول لها ادخلي شوفي الفيديو ايه رأيك فيه قبل ما ينزل. ساعات ببعت لها الفيديو كمان واقول لها ادخلي شوفي الفيديو ايه رأيك فيه، من ثقتي فيها وعارفة قد ايه هي بتحب لي الخير. يعني في ناس جميلة، انا مش بس بقول ان في ناس كده، لا، في ناس جميلة وكويسة جدا لسه الدنيا بخير يعني. فبلاش الله يكرمكم الطريقة دي بلاش. انا في حالي وكل واحد يخليه في حاله ويشغل نفسه بنفسه. ان كنت باخد فلوس او خدت او ما خدتش برضو ده ما يشغلكوش، ومش هطلع وابرر واقول. انا اصلا من الناس اللي ما بحبش ابرر لا موقف ولا حاجة حصلت، طالما انا كده خلاص ما غلطتش ما عملتش ما سوتش ما بشغلش دماغي. حتى مثلا ولنفترض مثلا ممكن حد يزعل منك كده من غير سبب ويبعد من غير سبب، في نفسي بقوم قايله في 60,000 داهية. ليه بقول كده على طول؟ لان انا ما عملتش حاجة في حد. براجع دفاتري كده، خلاص ما عملتش، خلص الموضوع. لسه بقى في محبة وفي عتاب وفي كلام من ده بيدخل ويقول لي انت عملتي انت سويتي، خلاص خلصت ما عادش. فبلاش يا جماعة والنبي اللي بيحصل ده، يعني بلاش. كل واحد عارف نفسه، كل واحد في حياة التاني عارف نفسه هو كويس ولا لا او وحش ولا لا. فنضفوا قلوبكم شوية والله العظيم ربنا هيقابلكم بكل خير. اصل مش معقول احنا هنكون من جوانا ابيض وبنتمنى الخير لغيرنا وربنا هيقابلنا بشر. وللمرة الالف بقول لو ربنا رايد ليا خير في الموضوع ده هيكرمني فيه. شايف ان هو شر عليا هيبعدني عنه، وانا واثقة في حاجة زي كده. انا بثق في ربنا جدا والحمد لله الحمد لله. يعني في ايه؟ هي ده عملت ده سوت ده عامله كذا ده مسويه كذا، ايوه ماشي. ماشي، فين المشكله يعني؟ ما انتوا بتعملوش في بيوتكم؟ ما بتطبخوش؟ ما بتعملوش؟ انت مثلا متعوده على وصفه معينه انت معتمدها، انا ما ينفعش اعمل وصفه معينه واعتمدها، انا لازم أنا اعمل تغيير وتجديد وتنويع لان ده شغلي. ده هو اسمه شغل، هو كده. لازم أنا اعمل 100 طريقه و100 نوع واجدد وانوع في اكلي علشان ده شغلي. مش معقول هسلق فرخة هسلقها في الفيديو ده والفيديو اللي بعده وهكذا، لا ما ينفعش. ها. فانا مش فاهمة والله، انا مش فاهمة في ايه. ان شاء الله باذن الله لاول واخر مرة هتكلم في الموضوع ده، علشان اصلا الموضوع مش يعني الموضوع مش مزعلني والله العظيم، الموضوع مش مزعلني. انا بس حبيت اقول الكلمتين دول اريحكم مش اكتر، واقول لكم انضفوا شوية، انضفوا شوية، حبوا الخير لغيركم، خليكوا كويسين في حياة بعض. يعني خلينا كده كويسين في حياة بعض. انا الحمد لله عمري ما شفت نفسي أم، شر على حد انا بتعامل معاه، الحمد لله. ان ما كنتش اقول الحاجة الكويسة او اعمل الحاجة الكويسة يبقى بلاها. الكلمة اللي هتطلع من بقك كده هتتحاسب عليها، الكلمة الطيبة صدقة. خلاص ده هو شر عليكي بعيدة عنه خلاص، واقفلي بابه من كل حاجة، ولا تقولوا له حلو ولا تقولوا له وحش. انا اسفة طبعا ان انا اتكلمت في الموضوع ده، والاول والاخر مرة بقولها تاني ما عدتش هتكلم فيه. ويا ريت تبعدوا عني، وكل واحد يخليه في حاله، وكل واحد يحشر مناخيره في حياته بس. خلي مناخيرك عندك كده، ما توديهاش في حتة تانية، ركزي بس احشريها في اللي انت فيه. ما تبقيش قاعدة سايبة بيتك يضرب يقلب وعمالة تنمي وعمالة تتكلمي على عباد الله وحشرة نفسك، ده عملت ده سوت ده جابت. احشري نفسك بس باللي انت بتعمليه واللي انت فيه. ركزي مع اولادك هيكونوا احسن، ركزي في بيتك هيكون احسن. واسفة طبعا للمرة التانية للموضوع ده، وان شاء الله مش هنتكلم فيه تاني، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.